الشباب السوري بين الهجرة والفرص المفقودة. الشباب السوري اليوم عم يفكر إما الهجرة أو البقاء بمستقبل ضبابي. كل يوم عم نشوف ناس عم تسافر، ناس عم تحاول تصنع لحالها فرص، بس للأمانة الواقع صعب. اليوم رح نحكي عن الفرص المفقودة، عن الشباب، كيف نحافظ على وجودهم ضمن هالبلد. بالبداية عنا الهجرة والخيارات الصعبة. ملايين الشباب عم يفكروا يتركوا البلد ويطلعوا يدوروا على فرص أفضل. وعندنا كمان نقص بفرص التعليم والتدريب. المدارس والجامعات موجودة، بس في عندنا فجوة كتير كبيرة بين سوق العمل والتعليم. عندنا برامج التدريب قليلة وفرص المشاريع كتير محدودة. أما عن دور الحكومة والمجتمع المدني، في بعض المنظمات بتدعم الشباب بمشاريع محلية، بس كمان هذا الشيء ما كافي. المبادرات الصغيرة هي نجحت إنه تخلي الشباب يوصلوا لمستقبل هن بيحلموا فيه، بس مثل ما قلنا ما كافي. يا جماعة الشباب هن المستقبل، إذا ما وفرنا لهم فرص تعتبر فرص حقيقية فبلدنا رح يخسر أهم مورد عنده. برأيكم هل الهجرة هي الحل الوحيد لشبابنا في سوريا؟ اكتبوا لنا آرائكم بالكومنتات كرمال نعرضها بالحلقات الجاية.